يا مساء الفل، دي أسرع وأحلى مكرونة ممكن تعمليها، وهي دقايق بس على النار في طاسة واحدة أو في حلة واحدة، وهتكون جاهزة فورا. بمعلقة صلصة واحدة هتعملي أحلى مكرونة بسرعة بقى في البرد اللي احنا فيه ده، وحاجة كده مشبعة جدا وتدفي الأولاد. الأول هنجيب معلقة زيت ونحط فيها المكرونة بتاعتنا، وهنبدأ نشوح فيها لحد ما المكرونة تتحمر كده من كل الجوانب. ما تعليش عليها النار عشان ممكن تتحرق منك. بعد كده هفرم بصلة وفلفل رومي في الكبة وتفرميهم ناعم قوي، وهتحطيهم برضو يتشوحوا، وهنضيف مكعب مرق ورشة فلفل اسود ورشة كمون، وهنبدأ نقلب فيهم كده. اهم حاجة ان هما برضو يتحمروا مع بعض. كل المكونات لازم تاخد شوية تحمير على النار. كل ده انا حطها على العين الكبيرة بس موطية النار. وبعد كده نحط معلقة صلصة كبيرة، وهنقلب برضو الصلصة شوية على النار عشان برضو تاخد حتة تحميرة كده مع الزيت. بعد كده ضفت مية بتغلي ورشة قرفة ورشة كمان بابريكا، ودول اختياري. وهنبدأ بقى نقلب فيها كده واحدة واحدة. اوعي تمشي من جنبها وتقولي يا اقعد واسيبها، لا، خليها كده زي ما هي بتقلبي فيها، عشان كل شويه تحتاج شويه ميه صغيرين. تبقي مسخنه ميه في الكتل وتزودي عليها ميه لحد ما تستوي معاكي. هي ما بتاخدش وقت خالص على النار، وسهله كده وبسيطه. لو انت واقفه تعبانه حتى هتعمليها في ثواني. وهضيف كمان كام فص من الثوم هيدوها برضه طعم جميل جدا. وهضيف كمان كام ورقه لورا برضه هيبقى طعمها حلو جدا. لو عندك كمان فص من الحبهان بينقل الطعم في مكان تاني خالص. وهبدأ بقى اقلب التوم كده تاني زي ما انتوا شايفين. ما خدتش معايا غير دقيقتين على النار. لو شتا بقى لازم تكتكين تظبطيها كده وياكلوها بالشوكة هتبقى حلوة جدا. وحركة ان احنا نفرم البصل والفلفل ونحطهم بتقل معلقة الصلصة جدا. ما تقوليش معلقة صلصة على كل كمية المكرونة دي، لا، هتلاقيها تقلت جدا في الاخر. هوريكي وانا بغرفها. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يحفظكم من برد الشتاء. متنسوش تعملي لايك واشتراك في القناة عشان كل وصفاتي سهلة واقتصادية جدا.